تكييف عربيتك ما بيبردش غير لما تمشي بالعربيه على سرعه، وكمان مع الزحمه تبريده بيقل؟ تعالى وانا اقول لك السبب. انا طارق صلاح وده الجراج. قبل ما ندخل في الاسباب لازم تبقى فاهم انه طبيعي ان تبريد التكييف وانت واقف او وانت في الزحمه يكون اقل من تبريده وانت ماشي على طريق مفتوح، وتحديدا في العربيات اللي في مصر، لان اغلب العربيات اللي عندنا مواترها صغير اقل من 2000 سي سي. اما في العربيات اللي مواترها اكبر فده نادرا لما بيحصل، او الفرق ما بيكونش ملحوظ قوي. وبالنسبه للاسباب اللي بتخلي ده يحصل، فاول واكبر سبب هو ان الكمبريسور بتاع التكييف عندك بيبقى ضعيف، وبيحتاج ان موتور العربيه يكون شغال على عدد لفات اعلى عشان يشتغل كويس. عشان كده تبريد التكييف بيبقى اعلى وانت ماشي على سرعه. تاني سبب هو ضعف تبريد السربنتينه الخارجيه، وده نتيجه ان اغلب مسارات الهواء بتاعتها متنيه والهواء ما بيعديش منها كويس، نتيجه بقى ان هي ادمت، او ان مسدس المغسله مش بيتشال من عليها فكل الصفائح بتاعتها اتنت، او انك ما بتروحش المغسله اصلا وعليها تراب الدنيا والاخر. والحل هنا هو ان انت تكشف عليها كويس وتنظفها وتسلك المسارات بتاعتها دي عشان تعدي الهواء منها مظبوط والفريون يتبرد كويس. ولازم تبقى فاهم ان قله تبريد التكييف وانت واقف امر طبيعي، ولكن بنسبه معينه. بس المفروض يعني ان هو يكون مبرد وملطف الجو زي ما انا عامل كده دلوقتي، مش لازم يعني يتلج الدنيا، بس ما يبقاش كانه مش شغال. هنا يبقى في مشكله. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، ولو عندك اي اسئله عن العربيات اكتبها لي في الكومنتات.